أكدت الدائرة اليوم في ظل اتهامات متصاعدة بأن الصراع لم يعد موجها ضد طرف بعينه، بل بات يطال الأقليات السورية على اختلافها. معنا من مدينة أوستن البلجيكية الكاتب في الشؤون الكردية والتركية هوشنك أوسي. أهلا بك سيد هوشنك. يعني إعلان عن اتفاق مهلة 4 أيام، هل يمكن أن يستمر هذا الاتفاق ويصمد حتى النهاية وإيجاد الحلول الإيجابية؟ صباح الخير لك وللمشاهدين الأفاضل. أستبعد ذلك لأنه هذا النظام ينطبق عليه وصف أحد شيوخ العقل الأفاضل في السويداء أنه نظام لا عهد له ولا ميثاق. اتفق مع العلويين لكن ارتكب المجازر في حقهم. اتفق وصل إلى تفاهمات مع الدروز وانقلب على تلك التفاهمات وارتكب مجازر أيضا بحق الدروز. ضيفك السابق في واشنطن أيضا تحدث عن اتفاقيات أبرمها هذا النظام مع الحيين الكرديين في الحلب، ولكن ذلك الاتفاق أيضا لم يصمت. إذا آتيني مثالا على صمود اتفاق أبرمه هذا النظام باستثناء الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي. لا يوجد، وبالتالي الثقة معدومة بهذا النظام. من جهة أخرى هذا الاتفاق أبرم تحت التهديد وتحت النار، يعني وليس وليد طبيعي وشرعي لتفاهمات أو لنقل اتفاق 10 من آذار 2025 المبرم ما بين قوات سوريا الديمقراطية ونظام الجولاني. هذه التجربة المريرة لمكونات الشعب السوري مع هذا النظام تشكل يعني سببا ومنصة قوية لعدم الثقة بهذا الاتفاق. أيضا في تقديري وظني لن يصمد، لأنه حتى ساعات متأخرة من مساء الأمس كان هنالك هجمات على مدينة كوباني، كان هنالك محاولات لاختراق محافظة الحسكة. من يتحمل مسؤولية ذلك؟ أليس النظام السوري؟ ويحاول يعني الاتخاذ من ذريعة العشائر أو فصائل غير منضبطة أو كل هذه الأمور لكي يتحجج بأنه لا، الدولة السورية النظام السوري ملتزم بوقف إطلاق النار، في حين أنه الوقائع على الأرض، الفيديوهات التي تنتشر على السوشيال ميديا تؤكد وبالدليل الدامغ أنه لا، النظام السوري غير ملتزم، مش بس غير ملتزم، ويرتكب جرائم حرب في قتل الأسرى من المقاتلين والمقاتلات الكرد والتنكيل بجثثهم والتفاخر بهذا السلوك الوحشي في التعامل مع الأسرى وفي التعامل مع الضحايا من المقاتلين. يعني التنكيل بالجثث أو قتل الأسرى جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. من يتحمل مسؤولية هؤلاء؟ مسؤولي النظام السوري يزعمون أنه قوى غير منضبطة. هذه القوى غير منضبطة لماذا هي موجودة في طليعة الجبهات وفي طليعة الجيش العربي السوري؟ فبتقديري أن هذا الاتفاق لن يصمد. يعني هو محاولة لشراء الوقت واتخاذ، والقرار قد اتخذ في أنقرة، يعني قرار خلاص استكمال الاجتياح، استكمال الغزو تحت شعار بسط سلطة الدولة، نفوذ الدولة، وكل هذه التفاصيل والشعارات الوطنية البراقة. لكن الهدف منه خلاص يعني تنفيذ قرارات أنقرة 100%. وهذا النظام مع الأسف الشديد يعني مخلص جدا لدولتين تحتلان سوريا، تركيا التي تحتل سوريا شمالا، وإسرائيل التي تحتل سوريا جنوبا، ولا يحترم مكونات
الشعب السوري نظام الجولاني بدليل ما هو موجود حاليا. يعني أكثر من 15 إلى 17 ألف من المقاتلين الأجانب هم الآن يشكلون النواة الصلبة أو جزء من النواة الصلبة لهذا النظام. العقيدة القتالية، العقيدة الأيديولوجية السلفية الجهادية المتفجرة في هذا النظام، كيف سيقبل بالمسيحيين، بالعلويين، بالدروز؟ كيف سيقبل بهذه الحقيقة، حقيقة التنوع الثقافي والديني والقومي والإثني في سوريا؟ الامتحان الكبير لنظام الجولاني خلال سنة يعني. وفي قبول بهذه الحقيقة، لكن المعطيات على أرض الواقع تؤكد أنه هو سقط في هذا الامتحان أيضا. لم يحترم تعهداته مع الدروز. بالنسبة لهم هم عملاء لإسرائيل، بالنسبة للعلويين هم فلول، وقوات سوريا الديمقراطية، والكرد هم انفصاليون، والمسيحيين أيضا من السريان والأرمن والروم هم يعني مشركون. هنالك دائما توصيف يشيطن هذه المكونات، وهذا معمول به في الإعلام السوري مع الأسف الشديد، الإعلام الرسمي وحتى الإعلام العربي. قطاعات واسعة من الإعلام العربي تتبنى سردية النظام السوري فيما يتعلق بالواقع السوري ومكونات الواقع السوري. طيب كيف يمكن أن يكون الانسجام بالرضا للمكون الكردي؟ يعني ما هي الخطوات التي على الحكومة السورية فعليا اتباعها لكسب المكون الكردي وغيره من المكونات؟ شوفي، الكلام اللي ينطبق على سلوكيات النظام السوري قولا وفعلا، والمثل الدارج أسمع كلامك أصدق، أشوف أمورك أستعجب أستعجب. يعني. فهو الجولاني بهذه الخاصية يعطي كلاما معسولا، لكن السلوكيات قذرة على الأرض الواقع. سلوكيات انتهاكات سافرة، انتهاكات، والفيديوهات تظهر تباعا وتكشف بالدليل. يعني إذا قارنا الواقع، يعني ما جرى في تجربة العراق، يعني صدام حسين، نظام البعث، أو حتى النظام السابق، يعني نظام حافظ الأسد ونظام بشار الأسد، بالمقارنة ما بين السيء والأسوأ يعني ترجح كفة السيء. وما يمثله الأسوأ في سلوكيات التعامل مع الكرد هو حاليا نظام الجولاني. ربما يعني يستغرب البعض من هذا، من تشبيهه بهذه المقارنة. العراق، دولة العراق اعترفت بالكرد كشعب، كمكون أصيل من النسيج الوطني العراقي سنة 1958 على زمن الزعيم العراقي الراحل عبد الكريم القاسم. من واستقبل الزعيم التاريخي الكردي الملا مصطفى البرزاني عندما عاد من الاتحاد السوفيتي السابق إلى العراق، وعامله معاملة الوزراء. شوفي تعامل الزعيم الوطني العراقي الشهيد عبد الكريم قاسم مع الموضوع الكردي، مع الملف الكردي في عام 1958 يعني. وتعامل الجولاني اللي بيقول انه والله الكرد في اعيننا، ويهاجمهم يعني ويشيطنهم، ويحاول ان يكسب ود اسرائيل ضد الكرد وود الامريكيين ضد الكرد. ويعني وسط هذه الاجواء المسمومه، كيف يمكن للكردي أن يثق بهذا النظام؟ أنا على الصعيد الشخصي أنا لا يمكن أن أثق بنظام قتل العرب السنة، وقتل العرب العلويين، وقتل العرب الدروز، ويأتي ويعني يحتضن المكون الكردي ويقول أنتم إخوتنا وشركاؤنا. محافظة الحسكة، وأعتقد يعني أنت على دراية بهذا الأمر، على امتداد قرن، على زمن الحكومات السورية السابقة، أكست وأطعمت وأدفأت كل السوريين، لكن عين دمشق دائما تنظر إلى هذه المنطقة على أنها السلة الغذائية، البترول. لا تنظر إلى هذه المنطقة على أنها يعني مرتكز التنوع الحضاري، الإثني، القومي، الهوياتي، الثقافي في سوريا. يعني لا تنظر إليها ك ك ك يعني كبشر.
لهم حقوقهم، لهم هوياتهم، لهم مخاوفهم. تعاملت دمشق قبل البعث وبعد، منذ فترة الاحتلال الفرنسي وفترة الاستقلال ونظام البعث وحتى هذه اللحظة، يتعاملون مع هذه المنطقة كغنائم، كمكان للموارد الباطنية والزراعة والقطن والقمح والبترول. لا يتعاملون مع هذه المنطقة كحقائق تاريخية ثقافية، يعني مفخرة لسوريا. للأسف الشديد، لو لو نظرت سوريا الحالية إلى التجربة العراقية، لا يعني تبنت الخيار العراقي، وهذا الخيار لا يعود فقط لفترة سقوط نظام صدام حسين كما ذكرت لك، وبعد سقوط صدام حسين جرى تبني نعم. الفيدرالية في الدستور، لكن أعتذر منك الموضوع يعود سيد حتى. هوشينك، أعتذر منك، سوف أعود إليك بعد قليل بعد أن نرى هذا التقرير. في فجر سوريا الجديدة ليست القذائف وحدها من تهدد، بل الحرف حين يقصي، والوثائق التي تسحب الهوية وتمنحها لمن رفع السلاح باسم التحرير. سوريا الجديدة لا تقاتل الكرد وحدهم، بل تقاتل كل من يملك تاريخا مستقلا أو حتى ولاء مختلفا على أرضها. الطوائف التي كانت جزءا من عقد الجمهورية الأولى صارت في الفجر الجديد زوائد على الهوامش. المسيحيون والدروز والعلويون والإسماعيليون والكرد كلهم أعيدوا إلى مربعاتهم الرمزية، لا شراكة لهم ولا قرار، مجرد أوراق على رقعة سياسية تدار بأدوات السلاح والدين والإعلام. في الساحل سقطت القرى تحت مقصلة الأخطاء الفردية، وفي السويداء جمدت الهويات بأصابع أمية. وعلى الرغم من النماذج المدنية التي أسسها الكرد قبل فجر الحرية، فقد أبعدوا عن كل قرار سياسي، واستدعي بعضهم فقط كواجهة صورية. في الجنوب والشمال فصائل تشارك في التشكيلات العسكرية للدولة السورية، بعضها لم يعرف أبجدية القتال، وبعضها لم يعرف أبجدية الانتماء أصلا، وبينهما عناصر أجنبية تحمل سلاح الجنسية. من قاتل باسم التحرير يمنح رتبة، ومن بقي في الداخل يطلب منه إثبات الولاء كل يوم، ليس بالولادة ولا بالعمل، بل بالصمت الذي يخنق الهوية. لتقف سوريا اليوم لا على شفا حرب بالمعنى التقليدي، بل على شفا محو نفسها بين وعد الجمهورية ووصاية البندقية. أعود إليك من جديد سيد هوشينك. سيد هوشينك، يعني هل ترى أن الكرد اليوم تقف أمام مفترق طرق خطير، أم هناك يعني أمل لفرصة تاريخية تعيد الترابط بين المكون الكردي والحكومة السورية؟ دائما هنالك أمل، مهما يعني ما أضيق الحياة لولا فسحة الأمل. ولا يبدو أنه لا خيار أمام الكرد غير الأمل، لكن هذا الأمل يعني يستوجب الثقة أيضا، يعني ثقة من جانب دمشق. أنا لا أعلم يعني ماذا فعلت دمشق غير يعني لكي تعزز هذه الثقة. المرسوم الذي أصدره الجولاني، وهم يعني منزعجون من كلمة الجولاني أنه هو الذي يتفاخر بهذا الاسم، وأنا أتعامل معه بهذا التوصيف طبقا لتفاخره. يعني ماذا فعلت حكومة الجولاني؟ نظام الجولاني أصدر مرسوما ثم أطلق النار على من يفترض أنه هذا المرسوم يخاطبهم، وأنا أعني بالكرد، مرسوم الرئاسي رقم 13، وهو مرسوم يعني يمكن أن يلغيه بمرسوم آخر. لا يوجد هنالك سند دستوري يحسن هذا المرسوم، وبالتالي خيارات الكرد صعبة جدا وسط هذا التخاذل الكبير. يعني لكن لاحظي معي أنه من في سوريا الآن يدعم الكرد؟ الدروز في الجنوب،
وهم مكفرون مشيطرون من نظام الجولاني. العلويين في الساحل وهم أيضا مكفرون ومشيطنون وفلول بالنسبة لنظام الجولاني. وبعض المثقفين والأدباء والصحفيين السنة المعتدلين وهم أيضا يعني نظام الجولاني ينظر إليهم بوصفهم عناصر مارقة وخطرة وخائنة أيضا باعتبارهم سنة، ويتعاطفون مع سوريتهم وليسوا بطائفيين مثل طائفية نظام الجولاني. نظام طائفي لا يمكن الوثوق به. أنا يعني إذا سألتني رأيي الشخصي، أنا لا يمكن أن أثق ب يعني مثلا بحسن الدغيب. أنت بتعرفي حسن الدغيب مين هو؟ حسن الدغيب كان بيقول عن الجولاني مجهول النسب، والآن بيدعمه وبيقول له فخامة الرئيس. قسم كبير من الإعلاميين السوريين والمثقفين السوريين كانوا بيستهدفوا الجولاني وبيعتبروه إرهابيا، والآن هو الذي يمثلهم حسن الدغيم ونظام الجولاني. الناطق باسم الداخلية السورية شو اسمه أنور البابا أو نور البابا كان يشتم الجولاني والآن يمدح الجولاني. يعني طيب هذه الكتلة الغير المنسجمة، هذا النظام الفصائلي هو لم ينجح حتى في دمج الفصائل في الجيش العربي السوري. انت بتعرفي مهرب او وزير الدفاع في اي عمليه نجح في التجربه الحاليه؟ نجح فقط في اجراء العمليه الجراحيه لانفه. هاي العمليه الوحيده التي نجح فيها مرهف ابو قصره. عدا ذلك كل العمليات التي نعم. اشرف عليها وزير الدفاع كانت مكللة بالانتهاكات والفظائع في الساحل السوري، في السويداء وفي المناطق الشرقية. طيب يعني لا يوجد هناك ثقة بالحكومة السورية. طب ماذا عن المجتمع الدولي؟ يعني هل هم يدعمون القضية الكردية، المكون الكردي في هذه المرحلة الحساسة؟ كيف يمكن أن يؤثر صوت المجتمع الدولي على مستقبل الكرد في الأيام المقبلة؟ حتى اللحظة الراهنة شوفي، أنا لا أريد أن أصدر طاقة سلبية أو أنا أحاول أن أكون إيجابيا، لكن الواقع أسوأ مما أقوله يعني. وتصلني الفيديوهات والاتصالات بالعشرات. بالعودة إلى سؤالك، المجتمع الدولي الآن ينظر إلى نظام الجولاني على أنه خلاص يعني هو الذي سيحل محل قسد، وهو يعني هذا المجتمع الدولي وضمن الاتفاقات. يعني إذا كنت تعنين بالمجتمع الدولي الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة إسرائيل أولا. يعني مسرح الاتفاقات والتنازلات التي أبرمها نظام الجولاني لإسرائيل، أو التنازلات التي أعطاها نظام الجولاني لإسرائيل هي الأساس، هي المحور، هي الحامل الاستراتيجي. أو بإمكان الأمريكيين أن يغضوا الطرف عن كل ما جرى وما سيجري. المجتمع الدولي أمس صدرت بعض التصريحات من الأوروبيين لا تختلف كثيرا يعني عن التصريحات الأمريكية. الأكراد أحبابنا ونور عيوننا، لكن الآن الجولاني هو الدولة وهو الذي سيتخذ القرار. توم باراك إذا يعني تقارنينه هو أقرب إلى بول بريمر في العراق في مرحلة إعادة تأسيس الدولة العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين، وهو يرجح المصالح التركية، وهو يعني لديه شركات فيما يتعلق بالبترول. وتوم باراك بإمكان القطريين والسعوديين أن يشتروه يعني بشوية فلوس يعني. والآن مواقفه وأقواله وأفعاله منسجمة تماما مع السياسة التركية والمصالح التركية في سوريا. أعتقد أنه هنالك شيء من اللا أخلاقية ومن النفاق يسيطر على قرارات المجتمع الدولي ومواقف المجتمع الدولي حيال ما يجري في سوريا. هذا النفاق كان موجودا حتى على زمن نظام بشار الأسد. لم يتدخل المجتمع الدولي بحجة الخشية من البديل. الآن أتى البديل. هل كانوا يخشون من البديل الإسلامي
من التطرف. الآن التطرف والبديل العقائدي الجهادي التكفيري الإسلامي هو الذي يحكم، والمجتمع الدولي والأمريكيين يدعمون هذا البديل. طيب ليش هالقصة كلياتها؟ يعني ما كنتم من البداية تشيلوا بشار الأسد وتجيبوا الجولاني أو تجيبوا البغدادي وتحطوه في السلطة وانتهى الأمر. يعني تصوري لو كان الآن أبو بكر البغدادي هو الذي يحكم دمشق يعني وتنازل للإسرائيليين عن جنوب سوريا، لكان الأمريكيين وتوم باراك ويدعمون أبو بكر البغدادي ويطلوا صفحة أنه كان زعيم تنظيم داعش الإرهابي. هذه هي القصة. طيب الآن يعني أبرز التحديات التي تواجه القوى الكردية في هذه المرحلة الحساسة. التحدي الأبرز هو الموقف المشترك، الموقف الموحد، محاولة التواصل مع المكونات السورية الأخرى. يعني شوفي حتى على الصعيد الأخلاقي أيضا، يعني إذا تنازلت القوى الكردية ولنقل قسد مثلا لنظام الجولاني وسلمت واستسلمت بشروط الجولاني وأذعنت يعني لما يمليه الجولاني، القوى الكردية ستدخل في حرج مع الدروز أو مع المكون العلوي أو المكونات الأخرى. يعني هذه المكونات تنظر، كانت وأعتقد حتى هذه اللحظة تنظر إلى قسد كقوة استراتيجية وازنة يمكن التعويل عليها فيما يتعلق بترتيب أوضاع سوريا. إذا هذه القوى الكردية تعرضت للضغط الشديد وأذعنت، من سيبقى للدروز يعني، ومن سيبقى للعلويين، ومن سيبقى لباقي المكونات للسريان للمسيحيين يعني سند عسكري وإداري يعزز موقفهم التفاوضي مع سلطة دمشق. خيارات الكرد صعبة، و يعني الموقف الموحد للكرد في ربما يعزز من موقفهم التفاوضي مع دمشق وحتى القوى الأخرى. يعني ينبغي أن نتحدث، نحن تحدثنا عن المقاتلين الأجانب لدى النظام السوري، ينبغي أن نتحدث عن المقاتلين الأجانب لدى قسد أيضا. يعني لا يمكن لأي شخص لديه حس من العدالة النقدية أن يتجاهل دور وتغول حزب العمال الكردستاني داخل القسد. يعني وربما جزء مهم من الذين يتحملون مسؤولية ما حدث ويحدث في هذه المناطق هو وجود عناصر حزب العمال الكردستاني وعقيدة عبد الله أوجلان وفلسفة عبد الله أوجلان وكل هذه الصور اللي أنت كمان بتعرفيها والكل أكيد بيعرفها إلا هذا الموضوع. وصلت يعني الفكرة. مؤسفة. أكيد. شكرا لك على هذه المداخلة. كنت معنا من مدينة أوستن البلجيكية الكاتب في الشؤون الكردية والتركية السيد هوشينك أوسي. شكرا جزيلا لك.